بسم الله الرحمن الرحيم. كفتة جميلة تستاهل وأكل جميل ده. كفتة الحاتي بإيدي وعلى قد حالاتي. جميلة. مكوناتها موجودة بإذن الله. مش مكلفة، مقاديرها بسيطة. تقدروا تعملوها في الأفراح، في العزومات، في أي مناسبة جميلة بإذن الله، وربنا يسعد أيامكم كلها بإذن الله. دي كفتة مشوية في الفرن بطريقتي، وهتعجبكم ان شاء الله. طعمها جميل جدا وشكلها رائع وريحتها جميلة خالص. بصراحة كل اللي يدوقها بيشكر فيها يعني بإذن الله. اتمنى تنال اعجابكم، واتمنى تعملوا الوصفة دي من ايدي وتجربوها. طبعا عارفة ان كلكم بتعملوها وشطروا زي الفل، بس دي ان شاء الله يعني هتعجبكم برضو. على بركة الله هنبدأ مقاديرنا. للي حابب يكمل معانا الفيديو يتفضل شوف المقادير وشوف الطريقة بالمقادير، وما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك، وتعملوا تتابعوا معايا الفيديو للآخر. ماشي، على بركة الله. هنبدأ نص كيلو لحمة مفرومة في طبق كبير كده حلو عشان ناخد راحتنا في العجن بتاعه. نحط عليها بصلتين أو 3 كبار مفرومين. نص كوباية بقسماط ناعم. بقدونس أخضر مفروم. ما لازم يكون أخضر، في حاجة غير الأخضر. بقدونس مفروم. شطة، كمون، ملح، فلفل، بهارات. لو عندك بهارات كفتة ماشي، 7 حبات ماشي. ممكن لو عندك توم باودر وبصل باودر تحط معلقة من دي ومن دي. نبدأ نخلط المكونات مع بعضها. نبدأ بقى نعجنهم. هنعجن كويس لحد ما تتماسك معانا العجينة. شايفين شكل العجينة؟ بسم الله ما شاء الله عاملة ازاي. أو اللحمة يعني، مش العجينة، لا يعني اللحمة وهي ما بتتعجن يعني شبه العجينة.
كده عجناها كويس تمام يعني، وهنحطها في التلاجة لمدة ساعة. بعد ما عجناها كويس هنحطها في التلاجة كده. بعد ما طلعت من التلاجة شكلها، طلعناها بعد ساعة من التلاجة، ندهن صينية بالزيت ونبدأ نصبع الكفتة صوابع. كده خلينا نعملها على سيخة أو أي حاجة عندك تنفع تعمليها عليها وتصبعيها عليها. نحاول نعمل الصوابع قد بعضها وتكون متساوية كده عشان تاخد نفس السوا مع بعضها. كده ندخلها على فرن في الرف السلك، يعني على الرف اللي في النص، او اللي هو السلك، ونكون مسخنين الفرن ونسيبها لحد ما تستوي. ممكن تزينيها بالبقدونس بقى، تزينيها بأي حاجة تحبيها. بسم الله ما شاء الله. ادي شكلها بعد ما خرجت من الفرن. ممكن تقدم معها رز أو مكرونة أو سلطة، طحينة، بطاطس محمرة، اللي انت تحبيه. وبألف هنا وشفا، مع تحياتي قناة من أسرار متنوعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.